رسميا المنتخب التونسي خارج كان افريقيا، خارج الكان. ولكن المنتخب التونسي اللي مليان مشاكل سواء فنية او تنظيمية محتاج يشتغل على الحتة دي كتير قوي الفترة اللي جاية. ده لو انت عاوز تنافس على النسخة اللي جاية والله تنفع مطلع اغنية. ولكن المنتخب التونسي اللي كان في مجموعة فيها ناميبيا وبيخسر بهدف قاتل في مباراة، المنتخب التونسي بيضيع كتير 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 علشان الكرة تعاقبه وتقول اللي ضيع يستقبل. ثم بعد كده في مباراة مالي، والمنتخب التونسي اللي بيقدم مباراة إلى حد ما كويسة، وصل لمرمى، ولكن بيلعب قدام منتخب قوي زي المنتخب المالي ولكن بيتعادل، علشان يبقى الامل الاخير في مباراه جنوب افريقيا اللي فيها بنسبه كبيره من لعيبه صن داونز، اللي فريق صن داونز اساسا بلعيبته خلاص خدوا على الاجواء الافريقيه، وازاي نلعب مع الفرق شمال افريقيا، وازاي هنعدي منهم، وازاي نطلع من اللي احنا عاوزينه من المباراه وناخد اللي احنا عاوزينه من المباراه. عشان النهارده بنشوف خبرات لعيبه جنوب افريقيا او فريق صن داونز باينه وظاهره بشكل قوي جدا في مباراه زي كده، علشان يقدروا يمشوا سيناريو المباراه على مزاجهم، عاوزين ياخدوا اللي هم عاوزينه على مزاجهم من المباراه، وقدروا ان هم فعلا يمنعوا الهجمات او يمنعوا الخطوره الهجوميه للمنتخب التونسي. بلا شك المنتخب التونسي عنده مشكله هجوميه، عنده مشكله هجوميه جامده جدا. ولكن هنا بقى حته كمان العامل البدني، يعني انت حته البدني لو واقف على رجلك هتلاقي نفسك مركز، هتلاقي نفسك قراراتك في الكوره هتكون صح بنسبه كبيره. ولكن لما يكون العامل البدني عندك قليل وواقع هتلاقي قراراتك في الملعب بقت سيئه، وانك بتاخد قرارات سريعه بتخلص من الكوره، لان خلاص البدني عندك مش قادر تاخد النفس بتاعك وده فعلا ظهر من لعيبه المنتخب التونسي. ولكن هارد لك للمنتخب التونسي خروجه من كان افريقيا بعد ما المنتخب الجزائري بيخرج كمان من مجموعته بعد خسارته امام موريتانيا. فالتونس والمنتخب التونسي بيلحق بالمنتخب الجزائري وبيقول له خدني يا اخوك معاك، خدني يا فواز معاك، انا اخوك يا فواز خدني معاك على المطار، ادينا راجعين على بلدنا بعد دور المجموعات. فارض لك المنتخب التونسي وكمان الجمهور التونسي. نتقابل في كان جديد يا منتخب يا تونسي، وكفايه عظمه لحد كده.